السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديدة على القناة. بيان سور من العنوان غتعرفوا محتوى لا فيديو ديال هذا النهار اللي اختاريت نشارك معكم فيها الطبيلة ديالنا ديال العشاء اللي حضرتها بمناسبة سنوية كل عام كنحتفلوا بها، وصادفت هذه السنة هاد لا بيريود اللي تقريبا كل شيء في اوج التحضيرات للشهر الفضيل شهر رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وبكل المتمنيات ان شاء الله باذن الله. اي بيان سور كي ديال رمضان دي غوسيت شيوات اسورتيمون سالي سورتو كنبغيو نوعوا الطبيلات ديالنا بمملحات مختلفين، وانا اختاريت هذا العام نحتفل بطبيله متشكله بالمملحات دو ان بدلو شويه لا روتين والطبيله المعتاده عندنا دائما في العشاء. اي دو ما نسيتكمش بغيت نبارطاجي معكم دي غوسيت رابيد فاسيل ديال التشكيله من المملحات بطريقه جد سهله ومبسطه وبمكونات بسيطه غير من داكشي اللي عندكم في الدار. كنتمنى لا فيديو اللي غنشارك معكم هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك او لو بارطاج، تقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى التشجيعات المتواصله ليا، وشكرا للناس اللي تواصلوا معايا صيفطوا لي دي ميساج دي فو باركوا لي لهاد المناسبه. جو فوز انفو دو غرو بيزو اللي خدتكم عليا. بقاو معايا حتى لاخر لا فيديو، ما تمشيو فين. الوغ البنات، اول حاجه بديت بها واللي غنحضر معكم هما بسيطلات ديال الحوت. فكرت نديرهم انديفيدويل. هنا خديت ورقه موين ودزت كنصوب في الحشوه. هنا كنت كنشحر فيها اللي فيها فيرميسيل كروفيت كالامار القامه ديال الحوت كامله. هنا خليت شويه ديال الكروفيت اللي شحرته بوحديتو، صوتيته مع شويه الربيع ملح البزار وزيت العود. انا غندوز مباشره نبدا نلف البسيطلات ديالي اللي اختاريت نديرهم على شكل مربعين باش كنبدلوا شويه لا روتين. فكناخذ الورقه كندهنها بالزبده والزيت اللي عندي مخلطين في داك الطبيسيل، وكنبدا ندير في الحشوه ديالي. بالنسبه لطريقه التحضير ديال الحشوه ديال البسطيله ديال الحوت فما شاركتهاش معكم في هذا لا فيديو باش كومسا ما تجيش لا فيديو طويله، ومازال عواله ان شاء الله باغا نبارطاجي معكم في لاشين بسطيله كبيره ديال الحوت بجميع اسرارها وطريقه التحضير دو ا زد، يعني بطريقتي. سي بور سا هنا بارطاجيت معكم غير لقطات. فدرت الحشوه، درت لي فروي مير اللي عندي فيها، وهنايا درت الكروفيت بوحديتو من الفوق باش كومسا كيجي كونسونطري عندنا في البسطيله ديالنا. كناكلوها كناكلو الحوت بوحديتو. وغادي ندير فروماج ساندويتش اولا تقدروا ديروا فروماج روج، يعني اللي عندكم توفر كتحكوه. وكنبدا نطوي في البسيطله ديالي وكندهن يعني في كل طيه بالزبده والزيت. هنا ما عرفتش علاش مشات ليا هاد اللقطه ديال البسطيله الاولى، فالمهم صوبتها حطيتها دو كوتي. وغادي نوريكم يعني مراحل ديال الطي ديالها في البسيطله الثانيه. كيف كتشوفوا تماما يعني كندير الحشوه الحوت فروماج من الفوق وكنبدا نسد. بالنسبه لهاد الطريقه البنات ديال البسيطلات مربعين صراحه تري طوندونس دابا وكيجيو زوينين ومتيحفين في التصاويب وحتى في الوقت. يعني بسيطله مدوره كتبغي فريمون شويه الوقت وكتبغي الخاطر باش كتجي متيوله ومقاده، فانا فريمون ما كانش عندي الوقت. ومن ناحيه اخرى انا كيعجبوني هكا بسيطلات مربعين. الا عقلتو حتى داك العام كنت بارطاجيت معكم في رمضان بسيطلات ديال الدجاج مربعين كيجيو زوينين حتى في الماكله كيجيو يعني متحفين وزوينين. فكيف كتشوفوا البنات صوبت الورقه الاولى طويتها، درت الورقه الثانيه. مالوغوزمون في هذا النهار هذا الورقه ما جاتش معايا في الحد ما عاونتنيش كاع كاريمون، كانت ما صدقاتش ليا. مي ان شاء الله باذن الله نعاود نصوبهم بورقه مزيانه. ولكن في جميع الاحوال جاو بسيطلات زوينين بزاف، ويعني صراحه جاو لذاذين لا من ناحيه المذاق ولا من ناحيه حتى الورقه من الداخل، غير تقطعت لي شويه وصافي. مي ان هي في الروق جات زوينه ومقرمشه. فكيف كتشوفوا هنايا درت البسيطلات ديالي في الفران في لاطه الفران، دهنتهم بالزبده والزيت اللي بقات ليا. وغادي ناخذ كوردون غادي نتقب البسيطلات ديالي باش هكا ما يتنفخوش ليا ويدخلهم الطياب مزيان او ميم طون باش ما يطيبوا ليا حتى من الداخل، باش ماشي غير يتحمر البسطيله من الفوق والداخل تبقى خضره. فهادوك التقيبات كيخليو ان الطياب كيدخلها. فكيف كتشوفوا هنا مشعل الفران على درجه الحراره عاديه. غادي نقص الفران ونخليهم يطيبوا ليا على خاطرهم، يعني كياخذوا اونطر ساعه ساعه ونص او ماكسيموم، مي كيطيبوا على راحتهم كومسا كيجيونا مقرمشين ولذاذ من الداخل. هنا البنات غادي ندوزو نحضروا شيوه ثانيه واللي هما لي كريب صالي. هنا غادي ناخذ غير النص ديال المقادير لانه انا بغيت غير كميه قليله. نتوما الا بغيتو كميه مضاعفه على هذه الكميه اللي غتخرج ليا انايا وغنبارطاجي معكم بالضبط شحال من كريب خرجت ليا، غادي تضاعفوا المقادير. فهنا خديت بيضه وحده، كاس ديال الحليب، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه كبيره ديال الزبده اللي ذوبتها في بان ماغي، وكاس كبير ديال الدقيق. انا عندي هذوك لي كور ديجا فيهم العبار مكتوبه فيهم ان كوب، يعني كاس ديال
الدقيق وغادي نخلط كلشي في الميكسور دقه واحده. فريمون هاد لي كريب هادو كيجيو رائعين بهاد المقادير، كيجيو زوينين. كي قلت لكم لا بغيتو كونتيتي اكثر تقدروا تضاعفوا المقادير. هنايا صفيت الخليط ديالي كيف كتشوفوا كيجي خفيف وكيتصفى لينا دقه واحده، وغادي ندوز مباشره نبدا نطيب فيهم. بالنسبه لهاد لا كونتيتي بالضبط البنات غتكون خرجت ليا ما بين 6 حتى ل 7 ديال لي كريب. صراحه كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. لي كريب صالي انا كيعجبوني هكا، كنبدلوا شويه لا روتين على لي كريب سكري بالشوكولا وهذه. فهادو هما لي كريب ديالي، خرجت ليا 7 ديال لي كريب، هنا كانت 7 باقا كطيب. وهنايا دزت مباشره باش نصاوب لا بلونش ابيرو اللي دابا ولات دايره ضجه و تري طوندونس في لي طابل هكا ديني وهكا طبيلات اونتر فامي اونتر كوبل. فريمون كتجي زوينه بزاف هاد لا بلونش هادي. انا هنا خديتي القرطه ديالي ديال العود، تقدروا تاخذوا دي بلاطو اون بوا، تقدروا تاخذوا يعني اللي متوفر عندكم، افكار اللي عندكم وداكشي اللي عندكم في الدار تستعملوه. انا هنا عندي هاد القرطه هادي ديال العود ما عمرني ما خدمتها بزاف، فباقا عندي زوينه خليتها لهاد الغرض هذا. فكيف كتشوفوا درت فيها ليمون اللي قطعته هكا دي ترانش، درت فيها الزيتون بالانواع ديالو، الكحل، المشرمل، ودرت فيها كورنيشون، الخل باردون الخيزو والبصله مخلين كيجيو حتى هما لذاذين. درت فيها كراكس كيتباع بارطو عند مالين الحوانت، بسكوي مالح. هاد لي زالفابي هادو حلوين باش كومسا نهرسو شويه الملوحه. لي شيبس فروماج روج حتى هو درتو. المهم تقدروا ديروا فيها انواع ديال لي فروماج اللي عندكم كاملين وكيعجبوكم. صراحه كتجي زوينه بزاف، سورتو دابا في رمضان كنبغيو هكا الطبيله تكون منوعه بهاد دقيقات بحال هكا، كنبقاو نقبوا ونتفرجوا من مور التراويح وحنا مجمعين. بيان سور هادو هما الاجواء ديال رمضان، فريمون كتجي زوينه وهذه فكره. فكتجينا على هذا الشكل فريمون البنات كتجي رائعه وكتعطينا واحد اللمسه زوينه لي طابل ديالنا. الوغ هنا البنات بعد ما بردوا لي لي كريب ديالي غندوز مباشره نصاوب لهم الحشوه ديالهم اللي كندير فيهم واحد الحشوه كتجي اكثر من رائعه. هنا عندي الطون سوريمي، مايونيز، شويه ديال الزعتر، كندير معاهم شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح باش كيعطيونا البنه، وفرomage ساندويتش كنديرو يعني في لي كريب، وفرماجه كنخلطها مع الحشوه. صراحه البنات هاد الحشوه كتجي اكثر من رائعه. تقدروا ديروها في لي كريب صالي كيف غنديرها دابا انا، تقدروا ديروها في بطيبيطات معمرين كنديرو بزاف في رمضان دوك البطيبيطات، تقدروا ديروها في بريوات لي سيغار. فريمون كتجي زوينه هاد الحشوه ديال الطون سوريمي وكتجي لذيذه بزاف، وديروها بهاد الطريقه هادي. فكيف كتشوفوا انا خلطت كلشي، درت السوريمي على الطون وحكيت فوق منهم شويه ديال الزعتر، وغنخلط الحشوه ديالي مزيان بلا فورشيت مع المايونيز حتى يعني تعلق ليا المكونات كاملين وكيجيو رائعين كيجيو لذاذ. الصراحه هاد الحشوه هادي انا كتعجبني بزاف بزاف، سورتو بالسوريمي كتجي لذيذه. وغادي نبدا نصاوب في لي كريب ديالي اللي درت فيهم هكا طريفات ديال الفرomage ساندويتش، وكندير الحشوه الوسط، نحاول نديرها غير الوسط لانه غادي نقطع انا الجناب وكنبدا نقطع فيها. فكيف كتشوفوا معايا تماما في لا فيديو كنلوي هكا دي بحال دي سيغار وكنحطهم دو كوتي حتى كنكمل كلشي، عاد كنبدا نقطع في لي كريب ديالي لانه انا بغيت نديرهم مينياتور ديال الكريب صالي معمرين. دونك كيف كتشوفوا البنات هذا هو لو ريزولطا ديال لي كريب اللي عمرت. صراحه كيجيو رائعين هكا، تقدروا ديروا فيهم دي كوردون كيجيو زوينين وحتى في المظهر كيجيو زوينين. الوغ بالنسبه للشيوه الثالثه او الرابعه والله ما عقلت، هنا صوب دي بيتزا انديفيدويل. بيتزا خلاص راه ما كتختاناش في شهر رمضان والطبيله ديالنا والوليدات كيبغيوها بزاف وكاملين كنبغيوها. فهنايا درت دي بيتزا انديفيدويل بولي. بالنسبه لاصوص حتى هي صوبتها، راه ديجا بارطاجيت معكم بيتزا ديالي ولا صوص اللي كندير فيها. فخديت انا جوج مطيشات خليتهم حتى تشحروا نشفوا من الماء، ودرت فيهم شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر، شويه ديال زيت العود، وخليتها تشحرات ليا مزيان. هادشي اللي كندير في لاصوص طوماط. نتوما كيف كتشوفوا كتجي معلكه وزوينه البنات. ابري خديت بصيله حتى هي شحرتها حتى يعني دابت ليا بصله مع شويه الملحه والبزار و زويته ديال العود،
والدجاج حتى هو لا ميم شوز سوطيتو. هنا اغلبيه الدجاج يعني خديت ستريفات اللي دغيا كيطيبوا، سوطيتهم دغيا فريمون كيجيو هاد لي بيتزا زوينين وغابيد. هكا الطبيلات ديالكم، وتقدروا ديروا نفس لي زانغريديون في بيتزا كبيره يعني ماشي مشكل. فكنستمر البنات هكا على هاد الشكل. كلشي كيعرف بيان سور يصاوب بيتزا. ابري درت فرomage، درت شويه ديال الزعتر ضروري كيعطينا واحد اللذه للبيتزا، وزويتينا في كل وحيده. وغنخليكم حتى نكمل يعني التحضير ديالهم. دونك على البنات لي بيتزا دخلتهم مع البسيطلات ديالي اللي تاهما درت عليهم فرomage ودي طرونش ديال السيترون، وغنخليهم دو كوتي حتى نبغي نقدمهم وندير الفرماج يطوب. وهنايا خديت يعني لا تيوري ديال هاد لي صالي كاملين اللي حضرت في هاد النهار. بالنسبه لهادو سي سون دي نيغيت اللي بارطاجيت معكم في لا فيديو الاخرانيه، وكنصحكم انكم تحضروهم فريمون كيجيو رائعين. قليتهم وخديت هنايا خبز ديال تاكوس ولا خبز ديال التورتيا، راه دابا كيتباع بارتو في الحوانت، وقطعت هكا دي سيركل اولا دي فون ديال ميني شاورما بالسيركل اللي عندكم. كيجيو على هذا الشكل هذا كيتسدوا فريمون كيجيو زوينين بزاف. فاختاريت ندير دي ميني شاورما بلي نوغيت اللي حضرت معكم بيان سور، وكيف قلت لكم ضروري تصوبوهم وتقولوا لي كيفاش جاوكم حتى نتوما، لانه بارطاجيتو معكم لا سيمين اللي فاتت. وبزاف البنات قالوا لي راه عجبونا وجربناهم بالصحه والراحه من هاد لا فيديو. دونك كيف كتشوفوا كنحاول نقطع لي سيركل ديالي، راه كل ورقه كتخرج لينا ما بين 4 حتى ل5 ديال لي فون، يعني على حساب لو سيركل اللي عندكم قداش. انا عندي هذا ما كبير ما صغير، فكيخرج لي تقريبا 5 في كل ورقه. ومن بعد كنبدا ندهن فيهم شويه ديال لا مايونيز باش كومسا كيشد ليا لي زانغريديون اللي غندير فوق منهم. وكندير الخس فروماج ساندويش ولي نوغيت ديالي اللي كنقطعهم على جوج وكنعاود نقطعهم من الوسط. انتما لا فيديو غادي تشرح لكم كيفاش باش كومسا كيجيونا لي ميني شاورما ديالنا متيحفين وصغيورين، ما كيجيوش هادو بسيطلات. لي بيتزا حتى هما بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو رائعين، دجاج مع كاع لي زانغريديون اللي كنخلطو فريمون كيجيو لذاذ بزاف. هذه لا بلونش ابيرو صراحه اللي كتعطي واحد اللمسه خاصه في الطبيلات ديالنا، كتجي رائعه. وهذا لو ميني بلاطو اسورتيمون سالي دي كريب سالي وميني شاورما فريمون كيجيو رائعين. كنتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك او لو بارطاج وتقولوا لي كيفاش جاوكم لي غوسيت غابيد فاسيل اللي شاركت معكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ولا عجبتكم لا فيديو كيف قلت لكم ما تنساوش لايك وابوني، واتري بيانتو ان شاء الله.